يلا بقى اقول لكم على طريقه الفريدو صوص بتاعتي. حلوه جدا وسهله وطعمها حلو قوي. باي ذا واي هي نيويورك الفريدو مش الايطاليان. يلا بينا على الطريقه والمقادير. هنحتاج حوالي 200 جرام من المكرونه البنه او اي نوع مكرونه انتوا بتفضلوه. هنسلق المكرونه. انا بسلق المكرونه بدون ملح او زيت لمده 7 دقايق، وبعد كده بسيبها دقيقتين او 3 في الميه السلق، وبعدين اروح شايلها. بالنسبه بقى للصوص هنحتاج شرايح بانيه. انا بحب شرايح البانيه، يعني بحب التقطيع رفيعه اكتر من ان هي تبقى القطع تخينه في الالفريدو. هحط عليهم بقى سموكت بابريكا، فلفل اسمر، ملح وزعتر مجفف لو بتحبوه، دي اضافه اختياري. وبعد كده هحطهم على الطاسه مع معلقتين زيت كبار ومعلقه سمنه. هحطهم كل وش هياخد تقريبا 5 دقايق على نار متوسطه. بعد كده اول ما تستوي بقى من الوشين هروح شايلاهم وحاطه معلقتين كبار دقيق. اول ما الدقيق ياخد اللون الذهبي هنزل عليه بكوبايتين لبن ومعلقه كبيره قشطه. وانا بنزل اللبن افضل اقلب لغايه اما الدقيق يدوب خالص. بعد كده هحط واحده ماجي. اهم حاجه ان الصوص يبقى في البدايه كده خفيف شويه. اروح حاطه الفراخ لغايه ما يتقل شويه، وبعد كده اظبط الملح والفلفل واشيل الفراخ واروح ضايفه المكرونه اللي سلقتها. بحب احط مع الالفريدو حبه بارميجان يا اما جبنه رومي. انا عملت جبنه رومي عشان ااكد لكم ان الجبنه الرومي هي الجبنه البارميجان، مفيش اي فرق غير ان دي لبن جاموسي ودي لبن بقري، وان الجبنه الرومي ما بتتعقدش زي ما بتتعتق الجبنه البارميجان، والاتنين نفس التركيبه. وبعد كده اول ما الجبنه تدوب كويس هروح مقدماها واحط عليها الفراخ، شرايح الفراخ بتاعتنا. زودت عليها حبه جبنه. كان طعمها حلو جدا. ما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم فيها لما تجربوها، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب. والف هنا وشفا.